السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ غالية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة بريوش سهلة سهلة يا جماعة، هشة وهشة زي طرية وعاملة وهنعملها غير زبدة. وطبعا بما إن بقى الجو برد قلنا بقى نشغل الفرن بتاعنا في البيت ونعمل الوصفة الحلوة دي. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. أول حاجة معايا هنا نص كيلو من الدقيق، يعني أربع كوبايات دقيق. معايا كمان ربع معلقة ملح صغيرة. عندي نص كوباية من سكر حبيبات عادي. معايا كمان عندي كيس خميرة فورية. الخميرة هقلب بقى الدقيق مع الخميرة مع السكر والخميرة ورشة الملح. عندي كمان هنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ. عندي كمان فانيليا. بعد كده عندي كوبايه من الحليب دافيه بدرجه حراره هنزل بقى بيها كده. وطبعا لو بقى يا جماعه محتاج اي سوائل تانية هنزل بقى بالسوائل كده، يعني لحد ما اذا كان حليب او شويه من الميه. طبعا لو عايزه الم العجينه بتاعتي كلها كده مع بعض تقدري واعجنها بقى كويس لحد ما الم العجينه اي حاجه. هبدا يا جماعه لحد بقى ما الم الدقيق حوالي 3-4 دقايق كده. اخر مرحله حطيت لها كده يا جماعه لحد ما بقت معايا بالشكل ده كده. يعني رشتين يعني شويه تخمر في مكان دافي، يعني بسيبها كده حوالي نص ساعة أو ساعة. بشغل الفرن وبطفيه، وبعدين بقى بقوم حطها في الفرن لحد كده يا جماعة بقى ما القوام بتاعها يتضاعف زي اللي هنشوفه دلوقتي. أنا كنت بقى مشغلة الفرن وطفيته وهحطها بقى لحد ما تخمر. هنشوف هنعمل فيها ايه. بعد كده العجينة بتاعتي اختمرت بالشكل ده كده. نزلت بقى بيها على الرخامة بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وهبدأ بقى اقطعها كده لقطع متساوية، يعني ممكن عملت لي كده حوالي 12 كورة بالشكل ده كده يا جماعة. اخدت كده كل قطعة وبدأت اعملها رول كده على الشكل رول كده على الرخامة، وبدأت الفها كده حوالين نفسها بالشكل ده كده. شايفين؟ جبت كده قطعة تانية من العجين وبدأت أعملها كده على شكل رول طويل رفيع كده، وبدأت أعملها كده على شكل حلزوني كده على بعضها بالشكل ده كده اهو يا جماعة. شايفين طريقة التشكيل سهلة جدا، ما خدتش مننا أي وقت خالص بالشكل ده كده. وطبعا لما ايدك تاخد على واحدة واتنين هتعملي كل الكمية بنفس الطريقة. سبتها تخمر للمرة التانية حوالي برضو تلت ساعة. بعد كده معايا شوية من الحليب هدن كده وش الفطاير بتاعتي، وعندي كمان شوية من السكر هحطهم كده على الوش. وطبعا الفرن بيكون شغال، هدخلها على الفرن على درجة حرارة 200، بشغل من فوق ومن تحت. واول ما بتخرج يا جماعة من الفرن لازم بغطيها على طول بفوطة، علشان اي معجنات عندك تفضل طرية لازم تغطيها على طول، يعني حوالي بس 5 دقايق لحد بقى ما تبقى معاكي طرية بالشكل ده كده. شايفين يا جماعة التسوية حلوة جدا، بالريوش بتاعنا حلوة جدا جدا، وقد ايه طري وهش كمان. شايفين؟ وزي ما قلت لك ما خدش مننا وقت ان شاء الله، يعني ما شاء الله المقادير بتاعته موجوده في كل بيت. تقدر بقى تعمليه بسهوله وتشغلي الفرن بقى زي ما قلت لك وتدفي بقى البيت. وحاجه كده مسكره وتنفع كمان لللانش بوكس للاولاد وهم رايحين المدرسه. ولو عجبك الوصفه يا ريت تعملي لي لايك. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.